منذ البداية كانت تعلم أنهم لم يأتوا عبث أو لتسجيل الحضور تلبية للدعوة كزوار. في واقع المعرفة كانت تعلم أنهم أتوا ليكونوا أهلا للعرس الآسيوي، مدافعين عن الزفاف السابق. ذهبوا إلى صلالة ليس من أجل 11 لاعبا وطاقم فني يديرهم على الخط، لقد ذهبوا من أجل حلم واحد على هيئة 30 مليون يمني، من أجل شعب بالكامل يحلم بالسعادة بين الحطام. هل يمكن أن يعودوا فارغ اليدين في استقبال جنائزي؟ هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، ضمائرهم لن تسمح أن يكتوي هذا الشعب بالحرقة وسط الشتاء القارس في ليلة مخيبة للآمال من ليالي ديسمبر. فكما خلقت البدايات أحلاما للبسطاء لتكون النهايات أوسمة ونياشين تليق بالمجتهدين. أردنا أن نقتبس الأمان من قاموس الأحلام. أتى الحلم والمجد إلينا بأقدم الناشئين مجددا أتوا بها، بطولة غرب آسيا للمرة الثانية بالرداء القحطاني. ألف مبروك للمنتخب اليمني.